ما يعرفش طرزان؟ مين فينا ما شافش طرزان وأفلام هوليوود بتاع طرزان؟ طرزان هو معناه الشخص ذو البشرة البيضاء. طرزان اللي ربته الغوريلا، واللي بعد كده بقى بيحارب مع السكان الأصليين ضد المستعمر الأوروبي. وعلاقة ده بالطالب البلجيكي. أهلا بيكم. في خاطرة كانت جت في بالي، وهي فكرة المواطن الأوروبي بيشوفنا إزاي؟ المواطن البريطاني بيشوفنا إزاي؟ المواطن الفرنسي بيشوفنا إزاي؟ المواطن البرتغالي الأسباني بيشوفونا إزاي؟ الطالب البلجيكي بيدرس إيه في التاريخ؟ في سنة 5 ابتدائي مثلا، وفي إعدادي وفي ثانوي بيدرسوا إيه في مادة التاريخ؟ إحنا درسنا في التاريخ بتاعنا علاقتنا بالمستعمر الأوروبي والدول الأوروبية، وبريطانيا وفرنسا وغيره 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 احتلونا واحتلونا 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 واحتلونا، فضلوا محتليننا إلى ما شاء الله. طيب، ده أكيد عمل عندنا صورة ذهنية تجاه المستعمر الأوروبي وعلاقتنا بيهم. طيب تمام، اللي هي اتحولت دلوقتي بقت عقدة الخواجة. معرفش ازاي، يعني دي محتاجة دراسة نفسية نبقى نبص عليها فيما بعد بقى. طب ده اللي احنا درسناه في التاريخ، علاقة أوروبا بينا واللي عملوا فينا وسووا فينا والكلام ده كله. طيب الطالب بقى البلجيكي بقى، أو الطالب البريطاني أو الفرنسي أو الكلام ده كله، بس النهاردة خلينا نتكلم عن الطالب البلجيكي. فرنسا وبريطانيا ممكن نبقى نتكلم عنهم بعد كده، بس دول اللي احنا عارفينهم، دول اللي احنا عارفينهم بينا وبين بعض، الأشهر يعني. بينا وبين بعض بريطانيا وفرنسا هم اللي احتلونا واحتلوا بقية الدول ومش عارف ايه والكلام ده كله. في ناس تانيين احنا مسقطينهم تماما، زي البرتغال، اسبانيا، بلجيكا اللي هي موضوعنا النهارده. والاستلهام بتاعنا كان الطالب البلجيكي بيدرس ايه في مادة التاريخ بتاعه؟ يعني هل الطالب البلجيكي بيدرس ان الملك ليوبولد الثاني ملك بلجيكا يصنف من افظع البني ادمين اصلا على مدار التاريخ، كقسوة بقى ودموية و وده مين؟ ده ملك بلجيكا، ملك ليوبولد الثاني. الملك ليوبولد الثاني يا عزيزي في عام 1885 استحوذ على دولة الكونغو الديمقراطية. خد بالك بقى من الحتة دي، استحوذ، بقت ملكية خاصة، بقت بتاعته هو، مش بتاعة دولة بلجيكا، لا، بتاعة الملك نفسه، مش بلجيكا. فبالتالي ايه بقى اللي عمله بقى؟ قتل من عام 1885 لغاية 1902 ما يقرب من نص سكان الكونغو، 10 مليون بني آدم. كان تعداد السكان ساعتها للكونغو تقريبا 20 مليون بني آدم. نص السكان، 10 مليون بني آدم قتلتهم؟ ايه الفجر ده؟ ايه ده؟ لدرجة ان في عام 1908 المحتل التاني بقى، المحتلين التانيين بريطانيا وغيرهم، عملوا حملة إنسانية صعبت عليهم الكونغو. انت متخيل؟ يعني في محتل عامل البدع، عامل الهوايل ومسوي الهوايل في دولة الكونغو الديمقراطية، محتل تاني يعني ما يتخيرش عنه، يعني صعبت عليه الكونغو وصعب عليه اللي بيحصل في الكونغو، فطلعوا حملات إنسانية عشان يشيلوا الكونغو من تحت إيده ومن تحت رحمته، تحت سطوته، يدوها لمين؟ لبلجيك، للدولة نفسها. أخيرا في 1908 دولة الكونغو بقت مستعمرة بلجيكية، خرجت من تحت عباءة ليوبولد الثاني وبقت تبع دولة بلجيكا لغاية لما خدت الاستقلال بتاعها سنة 1960. الباشا بقى ليوبولد الثاني، اللي هو مش عارف هل بيدرسوه في التاريخ، الطالب البلجيكي بيدرسه على إنه قائد مغوار ولا بيدرس الفظائع بتاعته؟ هنشوف. طيب عمل إيه تاني الباشا ليوبولد الثاني الله يجحمه مطرح ما راح؟ ليوبولد الثاني كان زي أي محتل، ملكية خاصة كمان عنده، كان بيتاجر في العبيد. يعني السكان الأصليين دول كان بيتاجر فيهم عبيد، تجارة عبيد، عادي عادي. ليوبولد الثاني براحته يعمل اللي هو عاوزه. كان طبعا بيستغل ثروات البلد خصوصا من العاج والمطاط، لأن البلاد الأفريقية بلاد كلها غنية، والكونغو كانت بتتميز بالمطاط. طيب العقاب بتاع الشعب بقى كان إيه؟ لو الكمية المطلوبة منهم ما جاتش من المطاط، الكمية السنوية المطلوبة منهم من المطاط ما جاتش، بيعمل فيهم إيه؟ بيقطع إيدهم يمين أو شمال. اتأخروا السنة اللي بعدها وما ادوش الكمية المطلوبة، بيقطع إيدهم التانية أو يقطع أعضائهم التناسلية. ليوبولد التاني عادي. إيه تاني من ليوبولد التاني؟ يعني هو مفيش بعد كده أصلا كلام، يعني غير بقى أحداث الخطف بقى
يعني كمية العذاب بقى اللي كانوا بيتعرضوا ليهم شعب الكونغو. كان عمل في بلجيكا حديقة حيوان بشرية. يعني استعباد. بيجيب البشر، بني آدمين، سكان الأصليين بتوع الكونغو، في بلجيكا، يعمل بيهم معرض. يعني يفتتح كده معرض أو متحف أو أيا كان، يحط فيهم السكان بتوع الكونغو عادي كده، معرض حديقة حيوان بشرية. حاجة قمة الفجر. طيب ده لغاية 1908. بعد كده زي ما قلنا اتحولت لدولة الكونغو، راحت لبلجيكا لغاية لما خدت استقلالها سنة 1960. على مدار السنين دي بقى كلها ضغوطات كتيرة بقى عشان من المجتمع الدولي ومن الكونغو عشان يبقى في اعتراف بالمصايب اللي حصلت دي. أخيرا في عام 2020 الملك فيليب ملك بلجيكا أبدى أسفه العميق والشديد. يا عيني يا قلب أمك، أبدأ أسفه العميق والشديد. إيه يا حبيبي بس كده خلاص خلصنا؟ ده كده إيه، حاجة كده. لكن كل المسؤولين على مدار السنين اللي قبلها مش معترفين أصلا بالكلام ده. مش بس كده، ده عاملين تماثيل للملك ليوبولد الثاني، تماثيل معتبرينه بطل قومي. الملك ليوبولد الثاني معمول له تماثيل وبطل قومي. الشعب معترض، الشعب كان عاوز يكسر التماثيل دي، وكان في حركات كتير ضد الكلام ده كله لدرجة في تمثال منهم اتشال. طيب الشعب مش عاوز ورافض اللي بيحصل ده، ومستعر يعني من حاجة زي الوجود التاني ده. لكن الدولة والنظام لا، بيعتبروه بطل قومي، بيقول لك عاملين له تماثيل. طب ليه بقى الملك فيليب أخيرا في 2020 أبدى أسفه فقط لا غير ولم يعتذر؟ أقول لك يا سيدي عمل كده ليه؟ لأنه لو اعتذر ده يفتح على نفسه فتوحة إن بقى كده الكونغو ممكن تطالب تعويضات بقى مالية بقى ومساعدات وأنا أفتح على نفسي فتوحة ليه؟ لا، أنا ما أعتذر ليه أصلا؟ بلاها خالص. أنا أبدي أسفي، يعني كتر خير الدنيا، أنا سوف أبدي أسفي. فالشاهد أنا بقولك الضوء ليه على نموذج زي ده؟ بقولك الضوء عليه لأنه مش معروف بيننا وبين بعض. إحنا دايما في الوسط بيننا وبين بعض كده، اللي إحنا عارفينه بريطانيا وفرنسا يعني، ودول كمان عاوزين حلقات يعني. لكن الدول التانية احنا ما فيش. ايه بلجيكا انت بذمتك كنت تتخيل ان بلجيكا كده واصله لهذه المرحله؟ بلجيكا شوف يا اخي، بلجيكا بلجيكا ممكن تعمل الكلام ده عادي يعني. فنلقي الضوء على حاجه زي بلجيكا دي. نلقي الضوء كمان على فكره عقده الخواجه. يا جماعه دول بشر في الاول وفي الاخر، يعني عادي. يعني في منهم الشخص كويس، في منهم مش كويس، في منهم محترم، في منهم اللي مش محترم، في منهم قتال القتلة والنصاب والطماع وي وي وي، عادي، بشر زيهم زيك. ففكرة انك تأله الغرب وفكرة انك عندك عقدة الخواجة، لا خالص. انت في وقت من الاوقات كان هما عندهم عصور ظلام والكنيسة كانت بتحكم وكانت نيلة وليلة وسودة هناك عندهم، وكانت الريادة عندنا احنا. ايه اللي حصل؟ الدنيا اتشقلبت خلاص، بقى هما اللي عندهم الريادة واحنا بقينا متذيلين الامم. ممكن نرجع تاني، ممكن، ده لو احنا عاوزين يعني، بس احنا مش عاوزين للاسف يعني. بس عادي، هي الايام كده دول يعني. في وقت ما هما كانوا كده، احنا كنا كده، الدنيا اتقلب حالها فتمام. الشاهد ان هما في الاول وفي الاخر بشر، ليهم اخطاء، ليهم حاجات ايجابيه، ناس طبيعيه جدا. فانت ما ينفعش تبص لهم النظره دي. لا، انا عاوزك كمان تبص يعني، ده احنا كده بنتكلم على سكيل الشعوب مع بعضها، لا على سكيل الانظمه الاوروبيه بتعاملك ازاي او بتبص لك ازاي. السؤال اللي احنا سالناه في الاول خالص بقى، المواطن الاوروبي او المسؤول الاوروبي بيشوفك ازاي؟ بيشوفك باستحقار، باستعلاء، انت لا تعنيه في شيء، بيبص لك كده نظره كلها استحقار واستعلاء. ليه؟ لان انت ولا حاجه بالنسبه له. انت كان بيعاملك كانك حديقه حيوان بشريه، واستعباد وليله وتاريخ حافل يعني، ما شاء الله يعني. فانت بالنسبه له ولا حاجه. فانت ازاي حد بيعاملك بهذه المعامله ويبص لك بهذه النظره، وانت باصص له انك حد جاي من كوكب تاني؟ ليه؟ لا، ميبقاش عندك عقده الخواجه. وافتكر دايما التاريخ الاسود بتاع الاحتلال الاوروبي للوطن العربي وافريقيا وغيره وغيره وغيره. حط دي في دماغك كويس جدا. وبالمناسبة طرزان اللي احنا اتكلمنا عنه في بداية الفيديو كان بيحارب المستعمر الأوروبي اللي هو بلجيكا. طرزان كان بيحارب بلجيكا. هوليوود عملت أفلام ضد بلجيكا من كتر الفظائع اللي عملتها بلجيكا في الكونغو. هوليوود نفسها
عملية طرزان بيحارب فيها بلجيكا، أيوه عادي جدا. والمعنى مش معنى ضمني، يعني انت لو شفت فيلم زي ليجند اوف طرزان مثلا في 2016 هتلاقي ان ده صراحة، يعني هو الفيلم اصلا بادئ بكده ان الملك ليوبولد الثاني في دعوة بيبعتها لطرزان عشان يروح الكونغو عشان يطلع له بقى، هو ادرى بيها، كان بيستغله يعني عشان يجيب له ماس ومطاط ومش عارف ايه والكلام ده كله. فهو الفيلم كده اصلا، يعني ده نص صريح، مش مواربة بقى او معاني ضمنية، لا، ده صراحة كده. بس كده، مش عاوزين نطول عليكم اكتر من كده، نشوفكم على خير في فيديوهات لاحقة. السلام عليكم.